النهارده هنتكلم في موضوع غريب، موضوع سمعته على السوشيال ميديا وقلت لا لازم اطلع اتكلم معاكم ونشوف ايه حكايه الموضوع ده، ايه الحكايه دي بتاعت الموضوع ده. موضوع غريب قوي قوي قوي. تعالوا ما اقول لكم الموضوع الغريب ده. شاب طلع على السوشيال ميديا وقدم عريضه كده كبيره وورقه كبيره كده بيطالب خطيبته بالاكل اللي هو اكله لها والمصاريف اللي هو صرفها عليها. حاجه يعني كده صدمتني. طب ماشي، شبكتك وهتاخدها وماله يا عم، خد شبكتك وده حقك ادام انت سايب او هي سايبه او ده او ده. العرف بتاعنا ياخد شبكته. انما جديد علينا ان هو يطالبها بالاكل وبالشرب والمصاريف الخروج ومصاريف الهدوم. قدم لسه قد كده اهو للعروسه يطالبها بالمصاريف بتاعتها. وكمان ايه ده، نزلها على النت كده على الوسائل التواصل بتاعتنا كده، يلا يلا خشوا وشوفهم واسمعوا واتكلموا الجديد. اللي قاله الشاب دوت. تعالى ما نشوف الشاب دوت قال ايه، يعني ايه المصاريف اللي صرفها عليها ونحسبها كده سوا مع بعض. بيقول لها صرفت عليكي 10000 جنيه غير الاكل. 10000 جنيه يا حبيبي غير الاكل، والنبي انت انسان يعني مش قادره اقول لك. تعالى بقى ايه ما نشوف العريضه بتاعته ونحسب مع بعض هو صرف عليها ايه. بيقول لك ايه الاستاذ، مش عارفه اسمه الاستاذ ايه، هنشوف الاستاذ بيقول لك صرفت ايه. حفله الخطوبه اتكلفت 4000 جنيه، ادي 4000 جنيه خطوبه. الله يصلح حالك يا ابني. بيقول لك وحفله العيد ميلاد بتاعها صرف عليها 1500. طيب ماشي، طب الخطوبه ماشي وال1500 بتاعت العيد ميلاد ماشي. ده خد بالك بقى. ويوم الاثنين الموافق 24/10/2022 حصل ايه؟ عدد 3 براويز حجم كبير. عدد 3 براويز حجم كبير. والواد ده ايده فرطه. برواز لصورة والد العروسة ب 250 جنيه. وبرواز لصورة والدة العروسة بكام؟ مش كاتب مش كاتب. اكيد ب 250 هو كمان. وبرواز بحجم كبير لصورة والدة ايه ده، وكله لوالدة العروسة والعروسة في ايه؟ ومفيش حاجة لك. بكام؟ ب 300 جنيه. 3 براويز، 2 ب 250. 2 ب 250 ماشي. وواحد ب 300، يعني ب 800 جنيه. ب 800 جنيه براويز. خدوا بالكم بقى من الحته اللي جايه دي. جزمه برتقالي للعروسه. الله، الجديده بقى الجزمه البرتقالي للعروسه. لا لا لا، لازم نكتب الجزمه البرتقالي دي. جزمه برتقالي للعروسه. الجزمه طلعت برتقالي للعروسه يا هاديه، كلك ذوق ذوق ذوق. لا بجد، جزمه برتقالي للعروسه للخروج مع العريس في اليوم الثاني للخطوبه. اليوم التاني للخطوبه جاب لها خاتم فضه ب 550 جنيه. بوكس هدايا وشوكولاته وورد بمناسبه عيد الحب. يا وادي يا رومانسي انت يا جميل. بوكس هدايا وشوكولاته. ده في بوكس تاني اهو. لا الواد سريف، الواد سريف، الواد بيصرف بجد. ده ب 450 جنيه يا حبيبي يا حبيبي معلش. بوكس هدايا وشوكولاته وورد بمناسبه راس السنه ب 350. طب دلوقتي هي كانت الشوكولاته هنعمل ايه؟ يعني هي دلوقتي كانت الشوكولاته هتجيب لك الشوكولاته ديت ازاي؟ يعني هنعمل ايه يعني يا فقيق انت؟ يعني هي كانت الشوكولاته والورد تبل، يعني حاجه ما علينا. بوكيه ورد في يوم 3/12 ب 100 جنيه. بابا نويل بمناسبه راس السنه ب 200 جنيه. عروسه بمناسبه عيد المولد عيد ميلادها ب 300 جنيه. دبدوب احمر بمناسبه عيد الحب ب 300 جنيه. يا واد يا سريف، يا واد يا سريف والله بجد. ورد زائد شوكولاته في اول لقاء يا حبيبي ب 50 جنيه. اشمعنى دي اللي استرخصته وجبت ب 50 جنيه ورد وشوكولاته ب 50 جنيه وكاتب ال 50 جنيه؟ القلم هان عليه يكتب ال 50 جنيه دول. ايه تاني؟ دبدوب احمر، تورته. استنى، بقول لك تورته مندليس يوم قرايه الفاتحه ب 500 جنيه. جاب لها تورته مندليس يوم قرايه الفاتحه ب 500 جنيه. والله العظيم صارف ومكلف. طبق سليزونات ليوم التعارف ب 120 جنيه. فواكه يوم زيارة عروسة. تذاكر لسينما لفيلم 2 لفيلم للإيجار. إيه؟ فيلم 2 للإيجار بسينما ريو. طب يعني بتعمل إعلان كمان ب 40 جنيه يا راجل يا راجل. وتذاكر لفيلم تحت تهديد السلاح بسينما أمير ب 75 جنيه. حتى تذاكر الأفلام كم يعني كم فيلم دخله لها. مجموعة ألعاب بمدينة. لا ثانية واحدة، لا معلش، لا لا لازم نقف عن الموضوع ده. بيقول لك ايه؟ مجموعة ألعاب بمدينة الملاهي بالمعمورة في اليوم الثاني للخطوبة
ب 130 جنيه، لعبها ب 130 جنيه. اه يا لهوي، الاجمالي كله 10840 جنيه. يا واد يا صارف يا متكلف انت، يا صارف يا متكلف، كل دي مصاريف صرفتها. ده الحمد لله ان هي فلتت منك، ده الحمد لله ان هي سابتك. يا خرابي. ملحوظه، تعال نشوف الملحوظه اللي هو كاتبها. لم يتم احتساب ما تم صرفه في الخروجات او الفسح او المواصلات، رغم انها كانت جميعها اوبر او ان درايف. وما تم صرفه وما تم صرفه بالكافيهات او الغداء الذي كان عادة ما يكون بالخارج على حساب العريس، نظرا لوفاة والد العروس وعدم وجود احد بمنزلها. لذلك معظم الخروجات كانت تتم بالخارج، وبالتالي تناولنا وجبة الغداء. لا لا بصي، الحمد لله بجد ان انت فشكلتي، والحمد لله انت جريتي. انا مش عايزه اقول لكم امال ابني يعمل ايه. يعني انا ابني مش خاطب ولا حاجه، بس كان مرتبط، كان مرتبط وصرف ومكلف وصرف فلوسه قد كده اهو، وكله راح، وكلها كانت شوكولاتات برضو وبوكسات ودباديب وكل شيء وراح. لكن ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب هل الموضوع ان انت تطلب، سيبنا من الهزار، هل موضوع ان انت تطلب اللي انت جبته من الاكل والشرب ده يجوز، او دار الافتاء ترضى بكده؟ او يعني انا حضرت ان في واحده صاحبتي خطيب بنتها رفع عليها قضيه، طلب بالشبكه وطالب بالاكل والحاجات زي ما انتم شايفين ده، بس هي يعني خلاص اتراضوا وخد شبكته خلاص. لكن الحاجات التانية ديت انا اعتقد ما دي هدايا منك ليها، واكيد يعني الهدايا اتاكلت واتشربت، واللي اتكسر واللي اتلبس واللي ده واللي ده. تعالوا نشوف دار الافتاء هتقول ايه في الموضوع ده. المقرر شرعيا ان للخطيب ان يسترد من خطيبته قيمة ما قدموا لها من مهر او شبكة، وله ان يسترد ايضا ما كان موجودا عندها من هدايا دون ايه، دون ما هلك او استهلك. يعني اي حاجة ما استهلكتش ليه حق ان هو يستردها. طيب وما اذا هلكت او استهلكت فلا حق له في الرجوع عليها من شيء. يعني اي هديه انت هديتها لها وما جرالهاش اي حاجه او ما حصلهاش اتلاف، انت من حقك ان انت تاخدها. ما حصل لها اتلاف مش من حقك ان انت تاخدها. يعني اكل شرب ده مش من حقك. يعني معلش بالبلدي بتاعنا زي ما احنا يعني اهل بلد بنتكلم، كفايه انت داخل خارج على البيت ودخلت بيتنا وخرجت بيتنا، وكمان يعني ما يصحش كمان انت تطلب هديتك. يعني وده حاجات بسيطه، يعني خدها اهي، ده قيمتك يعني خده. لكن شبكتك ده حقك ان انت تاخد شبكتك، انت من حقك ان انت تاخد شبكتك. لكن مش من حقك ان انت يعني دخلت وخرجت ودخلت بيتنا وشفت حياتنا، وكمان عايز تاخد اللي انت جبته من هديه، وانت يعني تاخدها غور بيها، ما فيش حاجه يعني، خدها ما بقولكش لا. بس يعني انا بقول للبنت انت الحمد لله ان حصل بدري بدري وخلعت منه، بدل ما كنت هتتجوزي كان هيطلع عينك بامانه الله. وحرام عليك، كفايه اوبر، كل ده اوبر رايحه جايه اوبر كده اهوت، وما حسبلكيش يعني الاوبر. اتمنى اسمع منكم رايكم في المشكله دي، انتم مؤيدين او مش مؤيدين؟ انا مؤيده ان هو ياخد الشبكه، لكن بالنسبه للاكل اللي اتاكل او الشرب اللي اتشرب، ومؤيده برضو ان هو ياخد حق الفرح اللي هو عمله. انا ما بقولتش لا، لو هي اللي فاسخه ياخد حق الفرح اللي هو عمله ال 4000 جنيه. لكن انا مش مؤيده للاكل ان هو ياخد فلوس الاكل، مش مؤيده انه ياخد فلوس المواصلات، مش مؤيده حاجه من دي مصاريف انت صرفتها بارادتك مش بارادتها، يعني مش غصب عنك، ما اجبرتكش على كده. حلقه النهارده كانت جميله وحلوه وعجباني. وانا ولا ابني محمد لما يجي يخطب ولا التانيين دول لما يجوا يخطبوا ما اقول لهم ما تيجوا تفسخوا خدوا الشبكه بس، سيبكم من الحاجه حلوه، الحاجات والورد والدباديب دول هاتوها لي، انا هتصرف انا واخش عليهم واقول لهم هاتوها. حبايب قلبي في رعايه الله وحفظه، وما تنسوناش كده بلايك كده تدعمونا بيه، وتقولوا لنا ايه رايكم في حلقتنا النهارده. سلام.